اول يوم رمضان ولمة العيلة يبقى لازم الحلو يكون كنافة بالمانجا. هعملها معاكم النهاردة زي المحلات بالظبط، وهنقدمها كمان بشكل حلو قوي، وهتعمل معاكي كمان كمية كبيرة، وكل ده بنص كيلو بس من الكنافة. هضيف على نص كيلو كنافة معلقتين كبار من السكر البودرة، بيدوا لون حلو قوي للكنافة، وكمان هيسهل معاكي تفتيت الكنافة. بضيف على نص كيلو كنافة 3 معالق كبار من السمنة البلدي، وبفركها كويس قوي بالسمنة. وعندك بقى طريقتين للتحمير، ممكن تحمريها على عين البوتاجاز، بس الطريقة دي هتحتاج معاكي كمية سمنة اكبر. وممكن تعملي زي كده، بشغل شواية الفرن وبدخلها تحت الشواية، وكل شوية بقلب فيها. اهم حاجة ان انت تقلبي فيها كل شوية علشان تاخد لون حلو، ويكون يعني لونها كلها موحد. هدخلها بقى تحت الشواية، وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. شايفين لونها؟ فضلت اقلب فيها كتير لحد ما وصلت للون الحلو ده، وكده بتكون اخف كتير من انك تحمريها على البوتاجاز بسمنة اكتر. هضيف عليها بقى تقريبا نص كوباية من الشربات التقيل بتاع الكنافة، اللي هو عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية من المية، عصرة نص ليمونة، ورشة فانيليا، يغلوا مع بعض 10 دقايق. اهم حاجة الشربات يكون بارد والكنافة طالعة سخنة. لو حسيت ان هي محتاجة كمان ممكن تزودي معلقة كبيرة من العسل. قلبيها بقى كويس كده واركنيها على جنب، وتعالوا نحضر احلى كريمه بجد طعمها تحفه. هضيف كوبايتين من الكريم باستري، عليهم كوبايه من الكريم شانتيه الخام. الاتنين مع بعض بيدوا ميكس حلو قوي، بيكون طعمها حلو. وعشان بقى اعزز طعم الكريمه بتاعتي وتكون كده بطعم المانجا، هضيف كوبايه مركزه من عصير المانجا. هتفرق معاكي جدا في الطعم، وكمان لون الكريمه بتكون اصفر شويه. وهضيف عليها 3 كوبايات من المية الساقعة المتلجة. انا عايزة الكريمة بتاعتي تكون قوامها خفيف علشان اعرف اتحكم فيها بسهولة، ما تكونش تقيلة. هضربهم بقى كويس بالمضرب الكهربي، مش هضيف سكر ولا حاجة، لان الكريم باستري بيكون فيه سكر. هو بيتباع كده عند اي محل بيبيع مستلزمات حلويات. اضافة المانجا للكريمة بجد بيفرق جدا في طعمها، هتحسوا كده ان طعمها مميز عن اي كريمة تانية اكلتوها قبل كده. وكمان لما بضيف كريم شانتيه للباستري بيظبط معايا نسبة السكر، يعني ما بتكونش الكريمة مسكرة قوي. ما تنسوش ان احنا ضايفين عسل على الكنافة عشان تكون كده خفيفة، واللي ياكلها ما يحسش ان هو مش قادر يكمل الكاس بتاعه. تعالوا بقى نحضر الكاسات الحلوة بتاعتنا كده مع بعض، ونفرح بقى الولاد ونقدمها لهم في شكل الفوانيس دي. لو عندك عزومة كبيرة وعدد كبير، الفوانيس دي هتسد معاكي، حجمها صغير وفي نفس الوقت شكلها حلو قوي. بحط طبقة حلوة كده من الكنافة، وبضيف عليها كده شوية من الكريمة، وارجع تاني احط طبقة من الكنافة، واخر حاجة بحطها الكريمة، وبحط عليها شوية من قطع المانجا. والمانجا دي انا مفرزاها ونزلت لكم طريقتها قبل كده برضو هنا على قناة الوصفة. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ الولاد هيفرحوا بيها جدا. هعمل بقى الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. النص كيلو كنافة هيعمل معاكي تقريبا 10 كاسات، وعملت كمان صينية كده هوريها لكم دلوقتي. لو رايحة بقى تزوري حد وعايزة تاخدي حاجة حلوة كده معاكي وشيك، مفيش اجمل من صينية كنافة بالمانجا. هتعمليها بقى في البيت بسهولة، هتوفري على نفسك فلوس كتير قوي بدل الاسعار اللي بنسمع عنها دي في المحلات. مش عايزة اقول لكم بقى ان طعمها احسن بكتير من اللي بتاكلوها بره، جربوها وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم. بحط برضو طبقة كده من الكنافة، وبفرد طبقة من الكريمة، وارجع تاني اوزع عليها طبقة من الكنافة، وهعمل بقى عليها كده شوية ورود كده بالكريمة عشان تدي شكل حلو زي اللي بنشتريها من المحلات بالظبط. وحتى عملتها في نفس الطبق اللي بنشتريه من المحلات عشان كده تكون شكلها حلو. تحطيها بقى في علبة شيك كده وتغلفيها كويس، وبجد هتكون احلى زيارة. حطيت بقى عليها كده قطعة من المانجا وكريزة كده في النص عشان تدي شكل حلو، وبألف هنا وشفا على اللي هياكل منها.